كنت في الزقازيق بقضي مصلحه والمفروض اني هقعد بالليل، فاكيد هحتاج افطر واتغدى علشان اشحن طاقتي. بسرعه كلمت محمد صاحبي من الزقازيق بس للاسف كان بره مصر. بعت له قلت له محتاج اشرب شويه قهوه لزوم الفوقان والصحصحه. قال لي اطلع على بالينو واعمل فيديو ونزل صورتي. قلت له عينيا. بالينو تقريبا اشهر كافيه تشرب منه قهوه في الزقازيق. وصلت وطلبت قهوه تركي واسبريسو. التركي كانت ليحيى وانا اخدت الاسبريسو. حلوه القهوه بس محتاج حاجه كده خفيفه معاها علشان ما هبطش من يحيى. طلبت من المعجنات عندهم واحد كرواسون ميكس شيدر احمر واصفر، كان حلو قوي وعجبني مع القهوه، وكده شحنت طاقه لفتره الصبحيه. يحيى كان مستعجل على الغدا، قلت له اصبر هنتغدى وهروق عليك، هسال بس الناس الشرقويه المحترمين على مكان نتغدى فيه. وعلى ما سالت وجالي الرد كنا تقريبا وقت العصريه، فكان في اقتراحات على البوست اللي نزلته واقتراحات كمان من زمان، معظمهم كانوا بيرشحوا لي ان انا اجرب مطعم بارادايس. طلعنا وحجزنا دور علشان كان زحمه، ويحيى كان زعلان، قلت له دقيقه وهندخل. دخلنا ويحيى بقى مبسوط. المنيو كان كبير جدا بس اشهر حاجه هنا البيتزا. طلبت بيتزا بارادايس كبيره ودي مميز فيها قطع الفراخ المشويه على الفحم، وطلبت رقاق باللحمه المفرومه وفتة شاورما لحم. طريقه تقديم وحجم الشاورما كان حلو قوي ومميز الصراحه، بيكون معاها التوميه وسلطه حمص بالزيتون. وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. البيتزا كانت عجينتها قطنيه كده ولذيذه، وانا بحب البيتزا كده. طعم الفراخ اللي كان على البيتزا كان حلو قوي لانه كان مشوي وباين فيه طعم الشوي. وتقريبا كل انواع البيتزا هنا اطرافها بيكون فيها جبن. بدايه مبشره وبيتزا مميزه فعلا هنا ببارادايس، بس ما اعرفش ليه لما جربت الرقاق عجبني اكتر من البيتزا. طعم السمنه البلدي واللحمه المفرومه اللي جوه باينين قوي وحلوين، مع قرمشه الرقاق كان الموضوع روقان. ويحيى كمان قال نفس الكلام. اخر حاجه بقى فتة الشاورما، كميه شاورما اللحمه كانت كتير وكمان طعمها كان حلو قوي. وعموما حجم الفته كان باين انه كبير وملحوظ، وبصراحه من احسن المرات اللي اكلت فيها فتة شاورما. بس ما زال الرقاق اكتر حاجه عجبتني لانه فعلا كان جامد جدا وكمان مش غالي. ودي كانت اسعار الاصناف اللي طلبناها، وكانت تجربه حلوه قوي. وشكرا لترشيحكم ليا البارادايس. خلصنا وكان لازم وضروري نرطب بعد الاكله دي بشويه عصير، فطلعنا على الرشيدي في الشارع اللي ورا مطعم بارادايس تقريبا. يحيى اقترح نشرب قصب بالليمون، قلت له ودي احلى 2 قصب بالليمون علشان نرطب ونهضم في نفس الوقت. حلو قوي قصب الرشيدي. واحنا بنشرب لقيت الراجل المحترم ده عارفني، قلت له طبعا ده شيء يشرفني وتعالى سيلفي معانا. خلصنا وبعد كده طلعنا على الكورنيش عند المحافظه نتمشى شويه في شوارع الزقازيق الجميله لحد قرب العشاء. ودخلنا شارع هنا كده ولقيت ريماس لاند بيعملوا منتجات الالبان، قلت بقى نختمها بحاجه مسكره ونحلي. يحيى ما استحملش واخد ايس كريم لزوم الترطيب، وانا طلبت ليا اشطوطه كراميل، وحلينا وعلينا وانبسطنا قوي. بس يحيى كان مش عاوز يروح تقريبا. وبس كده قضينا المصلحه وقضينا يوم حلو في الزقازيق. قولوا لي بقى اكتر مكان بتحبوه ظهر في الفيديو ليكم، ويا ريت لو تقترحوا لي مطاعم تانية زي دي حلوه كده. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.